السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا على قناة عالم المعرفة. مرحبا بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم سنتعرف على طريقة تحديث رقم الجوال في منصة أبشر، فابقوا معنا لمعرفة ذلك. مرحبا بكم متابعينا مرة أخرى. ولمعرفة تحديث رقم الجوال في منصة أبشر، كل ما عليك فعله هو التوجه إلى تطبيق نفاذ. أنا متواجد عندي التطبيق مثبت من الأول، فبروح أفتح التطبيق على طول. وهنا نقطة مهمة لا بد من ذكرها، وهي أنك لا تقوم بتسجيل الدخول، لأنه إذا قمت بتسجيل الدخول لا يظهر لك خدمات أبشر، خدمات الخدمة الذاتية. ولذلك قبل تسجيل الدخول تقوم بالدخول إلى الإعدادات، ومن ثم يظهر لك هذا الخيار الأول، خدمات أجهزة الخدمة الذاتية أبشر. ولكنك إذا قمت بتسجيل الدخول فلا يظهر لك هذا الخيار، فهذه نقطة لا بد من التنبيه عليها. طيب، بعدها تختار خدمات تحديث رقم الجوال للهوية الرقمية أبشر، وبعد ذلك تدخل رقم الهوية ومن ثم التالي، ثم تدخل رقم الجوال الجديد المراد التحويل أو التحديث إليه، ومن ثم التالي، وبعدها يرسل لك كود على الجوال المراد التحويل إليه. بانتظار وصول الكود. وها هو الكود وصل 1374. ويقول لك استعد لإتمام التعرف على بصمات الأصابع. تضغط على إبدأ، ومن ثم تضع يدك هكذا حتى يتم التقاط البصمات من قبل الكاميرا الخلفية، وبعدها يكون قد تم تحديث رقم جوالك في منصة أبشر. وأخيرا أرجو أن تكونوا قد استفدتم من الفيديو، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركته حتى تعم الفائدة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.